السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة انا وجوزي في المطبخ. كل سنة وانتم طيبين. ده الوقت اللي بنعمل فيه الكحك والبسكوت. انا حبيت اعمله معاكم بدري شوية عشان اللي حابب يعمل الطريقة بتاعتي ويجربها يلحق يعمل. تمام. دلوقتي نقول المقادير مع بعض. انا معايا 2 كيلو دقيق منخولين اهوت، ومعايا هنا كيلو 200 جرام زبدة. كيلو 200 جرام زبدة مش سايحة ولا حاجة، بدرجة حرارة الغرفة اهي زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا كوبايه ونص لبن، ونص كوبايه سمسم، وهاخد من هنا 4 معالق سكر بودره، ونص معلقه صغيره ملح، ومعايا هنا كيسين ونص بيكنج باودر، ومعايا ريحه الكحك هاخد معلقه صغيره. يلا بينا نشوف اول حاجه هنعمل ايه. هناخد ال4 معالق سكر كده نضيفهم على على الدقيق. 3 4 هنخلهم كده عشان لو في اي حاجه خشنه ولا حاجه في الدقيق او مكلكعه زي كده ما تنزلش في الدقيق. اهم حاجه عندي في الكحك تختاروا نوع دقيق كويس، عشان ده اللي بتوقف عليه ان الكحك يطلع حلو او وحش. لو نوع الدقيق وحش دقيق الكحك مش هيطلع كويس. لازم يبقى نوع نضيف ومتاكده ان هو كويس. هضيف نص كوبايه السمسم، طبعا انا منقياه ومنضفاه كويس جدا. نص معلقه او معلقه ملح صغيره اهي هنخلها برضو اهي. دي ريحه الكحك بتاعتي انا جايباها من عند العطار. هاخد حوالي معلقه صغيره اهي، يعني نص معلقه كبيره او معلقه صغيره. هضيف برضو البيكنج باودر بتاعي، دول كيسين، وهاخد من الكيس ده ربعه. هي اصلا الكيس ده فيه نصه، هاخد منه حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد منه حوالي معلقه صغيره، هو مفيش الا اصلا حبه صغيرين، حوالي معلقه صغيره. وهبدا دلوقتي اقلب المواد الجافه بتاعتي كلها مع بعض. يا جماعه انا معايا اللبن عادي، مش غاليه ولا حاجه، والسمنه زي ما انتم شايفينها كده. عشان انا سمعت ان انا الصراحه الاول كنت بقدح السمنه واعمل بيها الكحك، بس انا سمعت ان اللبن اللي هو بنقدحه دوت بيتعب المعده، فقلت اجرب المره دي بالسمنه من غير ما نقدحها. ده نص كيلو، وده كمان نص. اللي حابب يعمل كيلو بياخد نص المقادير، اللي حابب يعمل اكتر بيضاعف بقى المقادير. احسن حاجه الزبده الصفرا في الكحك بصراحه، بتديله طعم وبتخليه كويس جدا بصراحه. يعني اللي قادر يجيب، مش قادر خلاص التانية برضو بيبقى كويس بيها. ده 4 كيلو سمنه، انا هحوش منه حوالي 50 جرام. يعني هاخد يعني الكيلو دي بياخد بياخد نص كيلو 100 جرام. انا هنا هحوش حوالي 50 جرام هحطها على الملبن بتاعي. هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس ارجوكم لو هتجربوا الوصفه بتاعتي التزموا بالمقادير. انا حوشت حوالي 50 جرام اهي من الربع كيلو، هعمل بيها الملبن. تمام. يلا نبدا بسم الله. نبس بقى الدقيق بتاعنا كده بالراحه كده. هفضل ابس انا بقى كده لحد الدقيق ما يتدخل في السمنه خالص، عشان البس دوت مهم جدا عشان يديله النعوميه بتاعته اللي انا عايزاها اهو. هبس الدقيق بتاعي وهرجع لكم تاني. انا خلاص عملت لميت الدقيق بتاعي كله بالسمنه زي ما انتم شايفين اهو. شايفين انا معايا هنا حاجه عند العطار اسمها روح الموز. انا بحب احطها في العجين بصراحه، بتخلي ريحته مفحفحه وايه جميله جدا. هحط حوالي معلقتين صغيرين
او معلقه كبيره اهي. بس كده. دلوقتي هنبدا بقى نضيف اللبن بتاعي. انا هضيفه مره واحده مش واحده واحده، انا عارفه المقادير بتاعتي قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكوبايه، وادي نص الكوبايه لبن ساقع عادي مفيهوش اي حاجه. انا ما حطيتش خميره عشان البيكنج باودر هيقوم بالواجب اللي الخميره بتقوم بيه. وهنطيب على طول، مش هنسيب العجين يخمر ولا حاجه لان مفيهوش خميره، في بيكنج باودر. هلم بقى العجينه بتاعتي كده باللبن اهو بالراحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هعجن ولسه يا جماعه، بصوا بفتح كده العجين من بعضها. بسم الله ما شاء الله العجينه في ايدي، اللهم صل على النبي. صراحه هخلص الم العجينه بتاعتي بالطريقه اللي انا شايفينها كده وارجع لكم تاني. خلاص انا لميت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتي بص تتشكل بكل سهوله، ما احتاجتش ميه تاني ولا سمنه تاني ولا اي حاجه تاني، ما شاء الله اهي. دلوقتي هبدا اشكلها معاكم، مش هسيبها تخمر ولا حاجه، خد بس حته كده واشكلها واغطي العجينه بتاعتي عشان ما تنشفش بس من الهواء كده. واخلي دي هنا فوق كده، ودي الصينيه اللي انا هقطع فيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل بس حته عجينه هاخدها، الكحك على حسب ما انت هتعمليه، بس يا ريت يعني بصراحه الكحك الشيف بيبقى اللي هو صغير شويه اهي. وهدورها كده وهبدا اضغط عليها بس ضغطه صغيره خالص اهي. انا هنا عندي المنقاش بتاعي اهو، ولو انتوا عندكم العلبه بتشكلوا بقى مفيش مانع براحتكم اهو. ابدا المنقاش بتاعتي بقى الكحكايه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الكحك الصغير ده يا جماعه، بيبقى شيك قوي وجميل. هي كمان لسه هتكبر شويه في لما تستوي. شايفين قد ايه جميله اهي. هعمل كمان 2 معاكم. لازم الم العجينه بتاعتي كده اهو زي ما انتم شايفين قبل ما نقشها، ولازم كلهم يبقى حجم واحد، ونبدا ندورها كده اهو مع بعض ونضغط عليها ضغطه صغيره كده اهي. تمام. هنشكلها بقى اهو. بسم الله. ريحه الموز اللي انا حطيتها في الكحك بصراحه مديه ريحه جميله جدا للكحك. شايفين؟ نسيب برضو مسافه بين الكحكايه والتاني عشان هي هتكبر لسه في الفرن لما تستوي اهو. نعمل العجينه بتاعتي كده اهي، وبعدين ندورها كده ونضغط عليها ضغطه صغيره كده اهو. بسم الله. انا هشكل بقى العجينه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، وارصها في الفرن في الصينيه وهرجع لكم تاني. دلوقتي هنعمل الملبن بتاعي بقى زي ما انتم شايفين. انا معايا معلقه الزبده اللي انا حشتها من الكيلو وربع سمنه، ومعايا كيلو ملبن. هحطها كده وهقلبهم كلهم مع بعض، هقلبهم كلهم وهنرجع تاني نشوف الملبن بتاعنا عامل ازاي. انا خلاص خلصت الملبن بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت. هرسته حلو كويس جدا بالمعلقتين الزبده، وكورت حبه كده عشان اشتغل منهم على طول. معلقه الزبده دي بتخلي الملبن بتاعي طري جدا في الكحك. هبدا دلوقتي اشكل بقى معاكم حبه محشيين. انا عملت معاكم التلاته دولت مش محشيين. تمام. هعمل معاكم بقى انا كام واحده برضو محشيين ملبن اهو. نعمل فتحه كده من النص ونحط الحته، مش عايزين الملبن بتاعنا يبان خالص عشان ما يتحرقش معايا اهي. وهنبدا نعملها كده برضو تاني بالراحه بقى اهو. هضغط عليها ضغطه صغيره برضو كده بسيطه خالص. بسم الله. اهي. نعمل كمان واحده محشيه. الكحك بتاعي يا حبايبي انا اول ما اخلص تقطيعه انا هسوي على طول، مش هسيبه يخمر لان هو مش فيه خميره. تمام. هقفل برضو على الملبن كده كويس، مش عايزاه يبان اهو.
بسم الله. هشكل بقى العجينه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص. يلا بينا. انا خلاص عملت صينيه اهوت، شكلتها زي ما انتم شايفين. هاخدها اسويها وهكمل بقيه دوت، وبعدين لما يستوي هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا عملت الصاج ده بالنقشه ديت بالمكنه دي، بتعمل بصراحه لقيتها بتساعد بسرعه عن المنقاش. انا عملت اول صينيه بالمنقاش دوت، لكن عملت بقيه الكحك بالمكنه دي بصراحه جاهز بسرعه. انا هعمل واحده دلوقتي قدامكم اهو. بجيب العجينه وبحشيها بالملبن بتاعي، وبعدين احطها كده وادوس الزرار اهو، بتطلع كده بصراحه بتسهل معايا بسرعه. وعملت الكحك اوام اوام، وما شاء الله يعني النقشه بتاعته جميله، وبتتحكم كمان في حجم الكحكايه. ادي النقشه الثانيه، هدخلها الفرن وهوريكم لما يطلع مستوي. حبايبي الكحك بتاعي جوه الفرن اهو زي ما انتم شايفين. انا حطاه على الشبكه، ولما القعر بتاعه بيتحمر انا بولع عليه الشوايه كده دقيقتين. لازم زي ما انتم شايفين كده اما يستوي هرجع لكم تاني. يلا بينا. انا خلاص خلصت الكحك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ورصيته في الطبق ده. ده طبق عاملاه ساده كده من غير ملبن، برش عليه سكر. انما اللي عليه ملبن انا بسيبه كده من غير سكر. انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله على الكحك. بصراحه والله مش انا اللي عاملاه، احسن من العبد واحسن من السيبه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الملبن قد ايه سايح جواه ودايب خالص. ان شاء الله بقى تجربوا بتاعتنا ديت. وادي كمان الساده اهو. بصوا بسم الله، مش مستحمل ان انا امسكه بايدي. شايفين السوا بتاعه جميل ازاي. وادي قعره ما شاء الله، وقلبيه من جوه هش ودايب خالص صراحه. تحس ان دايب كده ومحمص وجميل. ان شاء الله بقى تجربوا الكحك بتاعي السنه دي وهيعجبكم جدا. وادي الاتنين كيلو جرام دولت ودولت، والطبق ده كمان انا بحط فيه الكحك بتاعي وبقفله. بصراحه بيحافظ على الكحك وبيخليش نعمل يجيله تراب ولا اي حاجه ولا بيتبهدل. ان شاء الله برضه الكحك بتاعي ويعجبكم، بس ادعوا لي بقى. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.